السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد القصة ديال واحد النبي من انبياء الله، عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى المعجزات اللي ذكرها القرآن باش نوقفوا على الدليل قوي يقوي الايمان تاعنا ويبين رحمة الله. الله سبحانه وتعالى بعث عيسى بن مريم برسالة إلى بني إسرائيل، وكان نبي ورسول لهم. من الفرق بين النبوة وبين الألوهية أن عيسى ماشي إله ولكن عبده ورسول ديال الله. كما تلقى في القرآن هو باللي ماشي ابن الله ولكن مخلوق من عند الله. الله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام بلا أب، يعني الأم ديالو مريم عليه السلام حملت به معجزة. الولادة كتعتبر آية على قدرة الله وما كاينش بحالها. هذا الشيء كيبين ان عيسى كان عنده مقام نبي ورسول من الاول بإرادة الله وحده. القران ذكر بشحال من ايه المعجزات اللي كان كيديرها عيسى باذن الله تعالى. المعجزه الاولى خلق الطير من طين، كيقدم من الطين الهيئه بحال الهيئه ديال الطيور، كينفخ فيه كيولي طوير بمعجزه من الله سبحانه وتعالى. المعجزه الثانيه شفاء الاعمى والابرص، كان كيشفي الابكام والابرص بمعجزه من الله، يعني شفاء من امراض كانت مستعصيه. إحياء الموتى، كان كيرجع الحياة للموتى بإذن الله. هذا الشيء كيبين بلي الحياة والموت غير بيد الله سبحانه وتعالى. الثالثة معرفة شنو كلاو الناس وشنو المخزون عندهم في ديورهم. كما قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. المعجزة اللي كتبين باللي عنده من العلم غيبي من عند الله، ما كيعرفوش الناس العاديين. كما ذكر في سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وشحال من آية أخرى كتبين باللي الكلام ديال الله مباشر. باش تكون شي آية كتبين باللي عيسى عليه السلام رسول من عند الله ماشي ساحر أو كاذب، خصوصا قدام القوم ديالو اللي كانوا عندهم علم وطب. باش الناس تعرف أن كل قوة معجزة جاية من عند الله، يعني ماشي عند عيسى بوحده ولكن بإذن الله. وهذا هو المنهج ديال الأنبياء، معجزة بإذن الله. المعجزات كترسخ الإيمان تاعنا وتخلي كل مؤمن يعرف بلي خاصو غير يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله وحده. شنو هي العبرة من هذه القصة؟ نتفكروا دائما أن كل شيء مكتوب، وأي نجاح نتحصلوا عليه في الدنيا غير بإذن الله. والإيمان بالقضاء والقدر والحياة والموت والشفاء والمرض كل شيء بيد الله. ضروري نتيقنوا بهذا الشيء، خصوصا في الزمان تاعنا. عليه السلام كان إنسان ما كيبخلش بالمعجزات للضعفاء والشفاء الأحياء وشحال من حاجة أخرى. هذا الدرس كيبين لنا باش نعاونوا الناس المحتاجين ونطلبوا الرحمة من عند الرحمن. ان شاء الله تكون القصه عبره لكل واحد فينا يراجع نفسه وفكر مع راسك شنو المعجزه اللي حركت قلبك، واش الشفاء، الاحياء او معرفه الغيب، وكيفاش هذا الشيء يخليني نتقرب لله. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك، تخلي لايك وتكتب رايك في التعاليق. شنو بغيتي نزيد نفسر من قصص الانبياء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.